زمان الإيجار القديم في مصر ما كانش مجرد عقد إيجار ما بين مالك وما بين مستأجر، كان قايم على نظام كامل اسمه الامتداد القانوني. يعني ببساطة لو راجل مالك أجر شقته أو محله أو عقاره لراجل تاني يسمى المستأجر، لو المستأجر ده وهو المستأجر الأصلي اتوفى، عقد الإيجار ده ما كانش بينتهي. أمال كان بيحصل إيه؟ كان عقد الإيجار ده بيكمل مع أسرة المستأجر الأصلي. فلو المستأجر الأصلي توفى، عقد الإيجار بيروح لمراته، لو مراته توفت عقد الإيجار بيروح لأولاده، لو الأولاد اتوفوا عقد الإيجار ممكن جدا يروح للأحفاد، أحفاد المستأجر الأصلي. يعني العلاقة الإيجارية القديمة كانت ممكن تفضل مستمرة لعشرات السنين ومن جيل لجيل، لدرجة إن في شقق سكني عدى عليها 50 و60 سنة وما زالت بنفس القيمة الإيجارية القديمة. وفي المقابل المالك ما كانش بيقدر يرجع شقته أو المحل اللي هو أجرهم بسهولة. وهنا بقى كانت في مشكلة كبيرة جدا جدا لكل ملاك العقارات القديمة في مصر، لحد ما جت اللحظة الفارقة في سنة 2002 صدر حكم مهم جدا جدا من المحكمة الدستورية العليا. الحكم ده وقف عند نقطة مهمة جدا وقال بالنص: كفاية امتداد قانوني مفتوح لعقود الإيجار القديم. وقرر وقتها مبدأ جديد بيقول الامتداد القانوني ما بيكونش الأجيال متتالية، بيبقى لجيل واحد فقط. طيب يعني إيه جيل واحد فقط؟ يعني المستأجر الأصلي لما يتوفى عقد الإيجار ممكن يمتد، ولكن لزوجته أو لأولاده أو للوالد أو للوالدة، مش للتلاتة، لواحد بس فيهم على حسب الأحوال والشروط المتوفرة. طيب ناخد كده مثال علشان نبسط الموضوع على قد ما نقدر. مستأجر أصلي عايش مع زوجته، لما يتوفى العقد بيمتد لزوجته لأنها كانت عايشة معاه أو لأنها كانت بتستفيد معاه بعقد الإيجار. طيب لو الزوجة اتوفت عقد الإيجار هنا بينتهي ومفيش حد تاني يقدر قانوني يكمل الامتداد القانوني، لأن المحكمة الدستورية العليا وقتها قالت إن الامتداد القانوني هيحصل لمرة واحدة فقط. طيب مثال تاني، مستأجر أصلي عايش مع ابنه، لما الأب يتوفى اللي هو المستأجر الأصلي العقد بيمتد لمين؟ للابن. طيب لو الابن توفى وجاله ابنه يعني حفيد المستأجر الأصلي، هنا الحفيد ده ملهوش الحق في إنه يكمل امتداد عقد الإيجار لأن الوالد استفاد بالفعل بالامتداد القانوني. طيب مستأجر أصلي عايش مع زوجته وابنه، لما يتوفى العقد بيمتد لواحد منهم، يا إما الزوجة أو الابن على حسب مين اللي كان مقيم فعليا مع المستأجر الأصلي قبل وفاته. وبعد كده لما الشخص ده يتوفى مفيش حاجة اسمها امتداد قانوني تاني للجيل اللي بعدي. الامتداد القانوني بعد سنة 2002 بيحصل لمرة واحدة فقط. بس برضو المحكمة الدستورية العليا أكدت على شروط معينة لازم تكون موجودة علشان ورثة المستأجر الأصلي دول يستفادوا بالامتداد القانوني. لازم يكون رقم واحد من أقارب محددين للمستأجر الأصلي زي الزوج أو الزوجة على حسب الأحوال، 2 الأولاد، 3 الوالد والوالدة للمستأجر الأصلي، يعني يا إما زوجتك يا إما أولادك يا إما والدك أو والدتك يستفادوا بعقد الإيجار القديم بعد وفاتك. فبالتالي لازم تكون عارف هل المستأجر الأصلي اللي عندك بعد ما توفى عقد الإيجار راح لحد من الورثة اللي منصوص عليهم طبقا للمحكمة الدستورية العليا ولا لأ. تاني حاجة، كانوا مقيمين إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي قبل ما يتوفى ولا لأ، لأن لو الحالات دي مش بتنطبق عليهم فبالتالي هم مخالفين للقانون ومش من حقهم إن هم يقعدوا في شقتك أو في محلك لحد دلوقتي. طيب إيه علاقة بقى التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم بحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالامتداد القانوني في سنة 2002؟ التعديلات الجديدة يا جماعة بتقول إن الشقق السكنية هيكون ليها فترة انتقالية لمدة 7 سنين وهتنتهي عقود الإيجار القديم، والمحلات التجارية 5 سنين وهتنتهي كل عقود الإيجار للمحلات التجارية.
بعد ال7 سنين أو بعد ال5 سنين كل عقود الإيجار القديم هتنتهي، سواء كنت أنت مستأجر أصلي أو أن أنت وريث من ضمن الورثة اللي ليهم الحق في الامتداد القانوني. مش هنفرق ما بين مستأجر أصلي وما بين وريث ممتد إليه عقد الإيجار القديم. فالصورة الكاملة في جملة واحدة: زمان امتداد عقود الإيجار القديم كان مفتوح لكل الأجيال، ولكن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في سنة 2002 الامتداد ده أصبح مقيد جدا وبقى لجيل واحد فقط. دلوقتي وبعد التعديلات الجديدة اللي حصلت في اتجاه لإنهاء كل العقود بمدة محددة، 7 سنين للسكني و5 سنين للمحلات التجاري. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية دي كل عقود الإيجار القديم في مصر هتنتهي، سواء كنت مستأجر أصلي أو وريث ممتد إليك عقد الإيجار القديم. هل ممكن عقد إيجار قديم يتحول لعقد إيجار جديد غصب عنك؟ مالك أو مستأجر معاك عقد إيجار قديم تلاقي إن هو تحول تلقائي لعقد إيجار جديد ببنود جديدة بالتزامات جديدة ما كنتش متفق عليها. هل ده ممكن يحصل؟ ده سؤال مهم جدا، ناس كتير قوي بتسأله وهرد عليه في الفيديو ده. وكمان عايزة أتكلم في نهاية الفيديو عن نقطة منتشرة بشكل خاطئ عن فكرة فرض القانون الجديد للإيجارات القديمة. الأول خلينا نرد على السؤال: ممكن عقد إيجار قديم يتحول لعقد إيجار جديد؟ إيه الفرق ما بين الإيجار القديم وإيه الفرق ما بين الإيجار الجديد؟ أول حاجة الفرق ما بينهم التاريخ. كل عقود الإيجار المكتوبة قبل سنة 96 هي بتخضع لقانون الإيجار القديم، وكل عقود الإيجار اللي مكتوبة بعد سنة 96 هي بتخضع لقانون الإيجار الجديد. ومن أشهر الاختلافات ما بين القانونين الإيجار القديم والجديد هو تحديد مدة الإيجار. فمثلا في الإيجار القديم تلاقي إن عقد الإيجار القديم هو عقد غير محدد المدة. يعني زمان لما كانوا بيأجروا في مصر ما كانوش بيحددوا فترة الإيجار هتكون قد إيه، يعتبر إلى طول حياتك انت مأجر المحل أو الشقة دي. ولكن في الإيجار الجديد، ودي أهم حاجة بتميز الإيجار الجديد، إن هو عقد محدد المدة، لازم يكون محدد المدة، سنة، سنتين، 3، 4، 10 براحتك. أنا دلوقتي لو معايا عقد إيجار قديم بعد التعديلات الجديدة اللي حصلت لقانون الإيجار القديم، هل ممكن العقد ده يتحول تلقائي لعقد إيجار جديد؟ الإجابة بمنتهى الوضوح لأ، مش ممكن يتحول غصب عنك. ليه؟ لأن العقد في القانون قائم على إرادة الطرفين. حضرتك مالك ليك إرادة اتفقت مع إرادة المستأجر، انتوا الاتنين اتفقتوا ان انتوا تعملوا عقد إيجار ببنود معينة بأجرة معينة، مفيش أي مشكلة، وحددتوا، ممكن تكونوا حددتوا مثلا الفترة. مش طبيعي ان العقد ده تلقائي يتحول لأي قانون تاني غير لو انتوا اتفقتوا على هذا التغيير. فلو انت مستأجر، المالك ما يقدرش يفرض عليك عقد جديد، ولا المستأجر يقدر يفرض على المالك شروط جديدة. طيب، قانون الإيجار القديم حصلت فيه تعديلات حاليا بتطبق وشغال على أرض الواقع. بتقول إيه؟ بتقول إن بعد 7 سنين من دلوقتي، من سنة 2025 من وقت صدور هذا القانون، سوف تنتهي جميع عقود الإيجار القديم في مصر. تنتهي. هتنتهي إزاي؟ هتنتهي يعني لو المالك حابب إن العلاقة الإيجارية القديمة دي تكمل، مفيش أي مشكلة، ولكن يفرض عليك بعد 7 سنين إن أنت تعمل عقد إيجار جديد مع المستأجر اللي عندك. فلحد دلوقتي مفيش حاجة مفروضة على المالك أو على المستأجر. يعني لو أنت مستأجر إيجار قديم دلوقتي بتسمعني ولسه 7 سنين ما انتهوش، مش من حق المالك إن يجي يقولك أنا هعمل عقد إيجار جديد بأجرة جديدة بفترة زمنية محددة. مفيش الكلام ده نهائي، القانون ما قالهوش. ومدام القانون ما قالهوش يبقى ده مش حق المالك يقدر يمسكه عليك. فحاليا وفي خلال 7 سنين محدش يقدر يغير العلاقة الإيجارية. طب بعد 7 سنين، بعد 7 سنين بالنسبة للشقق السكني وبعد 5 سنين بالنسبة للمحلات التجاري، الموضوع هيرجع للمالك، الكرة هتكون في ملعبه.
لو انت عايز تكمل مع المستأجرين اللي عندك أو ورثة المستأجرين اللي عندك في الشقة أو في المحل، مفيش مشكلة إن انتوا تكملوا مع بعض العلاقة الإيجارية دي، ولكن وفقا بقى للقانون، القانون وقتها بيفرض عليك إن انت تعمل عقد إيجار جديد خاضع للقانون الجديد اللي احنا بنقول عليه المدني التجاري. طيب ايه صلاحيات المالك؟ المالك ليه حقوق مهمة جدا لازم تكون عارفها. ممكن يرفع عليك دعوى قضائية ولكن لو في سبب قانوني. يعني ايه في سبب قانوني؟ زي مثلا ان انت مستأجر ايجار قديم، او ان انت من ضمن الورثة اللي بيمتد اليهم عقد الايجار القديم وما دفعتش الايجار، او غيرت فيه نشاط العين المؤجرة، او اتنازلت عن حقك او اتنازلت عن العين او المحل لشخص ثالث من غير موافقة المالك. في الحالات دي اللي هو القانون أصلا ما حددها، يقدر المالك إن هو يطلب الإخلاء لو لقى أي حالة من الحالات اللي القانون حددها وكلمتك عليها دلوقتي. كمان المالك بيستفيد من التعديلات الجديدة في بعض الحالات، ولكن برضو ما يقدرش إن هو يطردك من نفسه، لازم تكون في حالة من القانون حددها. والنقطة الأهم إنه ما يقدرش يغير العقد زي ما قلت لك، أو يجدده أو يحوله من عقد إيجار قديم لعقد إيجار جديد. طب إيه صلاحيات المستأجر؟ المستأجر زي أي علاقة إيجارية ليه الحق الانتفاع بالعين، ليه حماية قانونية من الطرد التعسفي. محدش يقدر يطرد المستأجر من العين أو من المحل غير لو في سبب قانوني. وفي نفس الوقت ما تقدرش تفرض على المالك شروط جديدة، ما تقدرش تخل بالعقد اللي انتوا اتفقتوا عليه. طيب دور القانون ايه في العلاقة الإيجارية؟ القانون أصلا مش طرف في العلاقة الإيجارية، لكن هو الحكم ما بين الطرفين، هو الحكم ما بين المالك وهو الحكم ما بين المستأجر. فالقانون مش بيتدخل لوحده غير لما حد يلجأ له. ده اللي كنت عايزة أتكلم فيه في بداية الفيديو. لو المالك والمستأجر هما الاتنين حتى بعد التعديلات الجديدة متفقين مع بعض وماشيين كده في طريق اتفاق تراضي بحت، هما الاتنين موافقين، المالك موافق بالأجرة القليلة، المستأجر ما عندوش مشكلة مع المالك، وهما الاتنين عايشين مع بعض ما فيش أي مشكلة. السؤال المهم، هل القانون لازم يتدخل برضو في حالات التراضي دي؟ في الحالات الهادية اللي ما فيهاش مشاكل لازم يتدخل؟ طبعا لأ، وده اللي ناس كتير فاهماه غلط. القانون موجود علشان لما يكون عندك مشكلة تلجأ للقانون، يقولك تمام ثواني هبص في النصوص القانونية اللي عندي وهجيب لك حقك بالنصوص القانونية اللي عندي. طيب لو انت عندك مشكلة وما لجأتش للقانون أصلا، هل القانون هيجي يخبط على بابك ويقولك افتح أنا هجيب لك حقك بالنصوص القانونية اللي عندي؟ طبعا لأ. فالقانون مش بيتدخل لوحده في أي موضوع، ومش بيجبر أي حد إن هو يعمل عقد جديد، إن هو يرفع قضايا على حد، ولكن هو دوره إن هو بينظم العلاقة، بينهيها في حالات معينة وهي حالات الإخلاء، أو بيحكم بقى في الإخلاء زي ما قلت لك لو في سبب قانوني. طب إيه الأسباب القانونية؟ الأسباب القانونية مثلا في علاقة الإيجار القديم إن المالك ما يسلمش. أجرت من حد أنا شقة أو مكتب وكتبنا عقد ودفعت له مثلا مقدم أو دفعت له الإيجار وما سلمنيش الشقة أو ما سلمنيش المكتب. طيب أنا كمستأجرة أجرت من حد مكتب وبعد ما سلمني المكتب ما سلمتهوش الإيجار، فإحنا كده بنخل بالالتزامات، إحنا كده اتفقنا على حاجة ومش بننفذها. ساعتها القانون بيدي الحق للطرف اللي أخل بيه الالتزام وبيروح للمحكمة وبيرفع دعوى قضائية وهيكسبها، لأن أنت عندك سبب قانوني. وبرضو نقطة مهمة حابة أوضحها، إن مش كل الناس اللي بترفع قضايا كلها بتكسبها. لازم يكون عندك سبب قانوني، لازم يكون عندك أدلة ثابتة، لازم يكون عندك مبرر قانوني تقدر تستند عليه في المحكمة. فلو أنت مستأجر وخايف من تهديدات المالك أو خايف إن هو بيستغل من القانون الجديد استغلال سيء أو في غير موضعه، ما تقلقش ولا تخاف ولا تهتز أصلا. لو أنت مستأجر ادفع إيجارك، المالك رافض إنه يستلم منك الإيجار، اودع الإيجار ده عن طريق المحكمة، اعمل إنذار عرض أجرة عن طريق المحكمة. فما تقلقش من أي تهديدات بتحصل للمالك. طب لو المالك عايز ينفذ القانون الجديد والمستأجر هو اللي رافض، ساعتها المستأجر
بطريقته برفضه بيديلك الحق انك تروح برضو للمحكمة وترفع قضية وتاخد شقتك او تاخد محلك حتى قبل انتهاء ال7 سنين وقبل انتهاء ال5 سنين. فالموضوع كله بينظمه القانون، ولكن القانون لا يفرض على حد. القانون مش بيتدخل غير لو انت عايزه يتدخل.